مش كل الناس عندها اختيارات، لكن في ناس كتيرة عايشة طول عمرها على انها ما عندهاش اختيارات، وده مش حقيقي. خليني اسألك سؤال مباشر: انت فعلا ما عندكش اختيارات، ولا انت اتعودت تعيش باللي مفروض عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعي قناة الملكة سوسن النجار. موضوعنا النهاردة عن الاختيارات. الرجاء من كل المتابعين آه الاشتراك وتفعيل جرس القناة، وشكرا لكم. فلنعود لاستماع باقي النقاط الهامة في موضوعنا الاختيارات. السؤال المباشر: هو انت اتعودت تعيش باللي مفروض عليك؟ طبعا الحقيقة بتوجع شوية. في فرق كبير بين مفيش اختيارات، وانا مثلا آه، مش عندي حاجة اختارها، ادور على الاختيار اللي انا احبه. هل لازم يكون عند الانسان اختيارات؟ مش دايما بيكون عنده الاختيار. في مراحل في الحياة بيكون الإنسان مفروض عليه ظروف، شغل، مسؤوليات، آه، مسؤوليات مادية، مسؤوليات في البيئة. لكن المفروض الحقيقي مش هنا دايما. الفرق بين السؤال ده: هل أنت آه، تقدر تعدي الاختيارات ده، ولا ما تقدرش تكون شايفها؟ أولا النقطة الأولانية: أنت تقدر إن أنت يكون عندك مراحل في الاختيارات. عندي مراحل في التجربة والهدف نفسه في اختيار الإيه، آه، النقاط الجوهرية، زي مثلا مسؤولية مادية في حياتنا، البيئة، يعني في الحياة الأسرية. دي بيبقى مجبرين إن دي مسؤولية مفروض علينا إن إحنا ما نبعدش عنها. وهل عدى عليك اختيارات وانت شايفها ما تقدرش ان انت تاخد فيها قرار؟ آه، في ساعات الواحد بيعدي عليه في حياته نقاط كده، اختيارات في مراحل حياته آه، بيبقى قرارات غلط وقرارات صح، فبيتعلم من كل قرار بياخده على مراحل عمره. الأخطاء دي بتخليه قوي جدا، بيخليه يفهم ازاي ان هو يكون انسان سوي ويعرف يتخطى المراحل دي. فكل ما يتخطاه في حياته من المراحل، إنسان أقوى من اللي كان الأولين. السؤال هنا بيقول: هل أنا عندي اختيارات ومش شايفها؟ مفيش اختيارات فعلا حاليا. الحقيقة المهمة في أغلب الحقيقة المهمة في أغلب الحالات، الاختيارات مش بتكون جاهزة، لكنها بتتخلق. يعني مش لازم تلاقي باب مفتوح، أحيانا دورك إنك تبني الباب دوت بنفسك، يكون معاك مفتاح. طيب،
لو انت مش قادر تخلق اختيارات دلوقتي، والساعات فعلا بيكون الحل الواقعي هو التأقلم للموقف نفسه. لكن خلي بالك التأقلم له نوعين، خلينا نتكلم عنه. التأقلم في نقطة كمان، التأقلم الذكي، قبول الواقع الحالي مؤقتا، مرحلة انتقالية مع شغل هادي في الخلفية، تخلق فرص جديدة عند خطة الخروج حتى لو بطيئة. احنا قلنا الأول تدريجيا، ماشي تدريجيا. وعليك انك انت تاخدها واحدة واحدة، ومحتمل تطوير المهارات وعلاقتك ومصادر الدخل. يعني ايه؟ يعني متأقلم لكن مش مستسلم، تكون متأقلم ذكي مش مستسلم. هنا لازم تقف وتسأل نفسك بوضوح، أنا مستني إيه؟ هل التأقلم يكون مؤقت ولا دائم؟ في أغلب الحالات التأقلم لازم يكون مرحلة مش نهاية. لا، لو أنت راضي فعلا ومبسوط ومش حاسس إنك متنازل عن نفسك. أهم حاجة إن أنت تكون واثق من نفسك بهدفك، وإن أنت عندك طاقة إيجابية. الخلاصة اللي, اللي تفرق بين السلبي والذكي، التأقلم السلبي والتأقلم الذكي، مش كل الناس عندها اختيارات جاهزة. زي ما قلنا كده، لازم بالخبرات وبالنقاط المفتاح اللي بيكون في ايدك. المفتاح اللي بيكون في ايدك ده هو اللي بيكون بيحدد لك. ماشي تمام. لكن الناس الواعية بتصنع اختياراتها. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. كانت معكم الشاعرة والأديبة سوسن النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.